السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من عاداتنا نحن أبناء وطيها زرقة اليمن المقاطرة لحق، من عاداتنا نحن في أول يوم من أعياد عيد الأضحى المبارك الكل يطلع إلى هذه المنطقة اللي هو إلى عند المنزل. طبعا يبقوا العقال هنا والذي ما يستطيع والذي لا يريد أن يطلع، لكن البقية كلهم من 10 سنوات يطلعوا كامل، كلهم يطلعوا إلينا إلى الكبة هذه العالية اللي فوق تسمى المحلبة. الكل طبعا يطلع مع دقات الطبول والطماش والرصاص والتصفير الكل يطلع. وبعد ذلك ننصر هنا يجيب معنا الرماد وثلاث دباب أو دبتين غاز وهكذا. طبعا هذا عندنا وفي قرى مجاورة أيضا نفس الكلام. وبعد ذلك يعود الجميع يلا بعودة سالم يلا بعودة، فنعود كلنا جميعا إلى هذه عند البيت هنا. وطبعا يكون هناك تدق الطبول طبعا بالطلوع وبالنزول، وهناك يعني يجلسوا الآن وتبدأ إيش البرع. يبدأ البرع طبعا بعد عشاء، من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء الكل يجتمع هناك وتبدأ طبعا البرع حتى يعني أكثر من يعني حوالي منتصف الليل. ثم بعد ذلك نبدأ بإيش بالمسجلة على فيصل علوي، يلا ورقص 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 حتى الساعة تقريبا ما يقارب حوالي 2 أو 2 ونص أو 3. دائما هذا كان يحصل في كل سنة ما قبل حوالي 18-20 سنة، والآن انتهى. طبعا الكل طبعا يجتمع، الصغار الكبار العقال حتى النساء لهم مكان خاص، والكل يجتمع هناك ويجتمع ويرقصوا ويعلعلوا ويفرحوا ويسعدوا. طبعا فالعيد له كان ذوق خاص، وله طبعا تأثير نفسي وراحة ومرح وتسلية وأشياء كثيرة جدا. العيد كان له بهجة وله طعم وله ذوق غير. طبعا الآن العيد أصبح لا شيء. طبعا عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.